ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الرقاق بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون اي افتكاسات، وهقولك ازاي ما ينشفش منك في الفرن، وازاي الطبقات تطلع معاكي مفرغة كده زي ما انت شايفة وطري جدا، وهقولك على كل العوامل اللي هتنجحه معاكي ان شاء الله. بصوا، بصوا الطبقات مفرغة ازاي وطري جدا. يلا بينا نشوف حضرنا ازاي مع بعض. اول حاجه كده معايا شوربه سخنه جدا نازله من على النار. طبعا انا مظبطه الملح بتاعها. هضيف هضيف عليها معلقه صغيره جدا من بيكنج باودر ورشه من الفلفل الاسود، ومعايا 4 معالق كبار من السمنه على الزبده وممكن سمنه بس. والصينيه بتاعتي هدهنها سمنه كده من تحت. ومعايا الشوربه سخنه جدا زي ما قلت لكم بتغلي، ولما تبرد تسخنيها كمان. بيكنج باودر بيخلي معاك الرقاق ما يمسكش ببعضه، يبقى كل رقايه كده منفصله عن التانية. اهو زي ما انتوا شايفين كده. هاخد بقى الشوربة كده اللي كده كل حتة في الرقاق تشرب من الشوربة. مفيش اسهل من كده بجد. هتعملي صينية رقاق حاجة كده تبارك الرحمن، ما فيهاش ولا غلطة. انا هعملها 4 طبقات من تحت و4 طبقات من فوق، يعني كل اللي استخدمتهم 8 بالظبط. اهو زي ما انتوا شايفين كده، مسحة خفيفة كده من السمنة. كل مرة بحط فيها طبقة بحط مسحة خفيفة من السمنة. اهو كده زي ما انتوا شايفين هغرقها كلها بالشوربة. 4 رقات من فوق و4 رقات من تحت مناسب جدا للصينية، تبقى حجمها مناسب جدا. ما تكتريش اكتر من كده في الطبقات الرقاق، دي مناسبة جدا. بجد مسحة السمنة دي بتخلي الرقاق طالع معاكي مورق. 4 معالق سمنة بس اللي استخدمناهم، وما خدتهمش كلهم كمان. انا مشغلة الفرن من قبلها. هدخلها فرن بقى على درجة حرارة 180 لحد ما الاحرف على الرف الاوسط، لحد ما الاحرف كده الاقيها احمرت من تحت، واشغل عليهم الشواية لحد ما لونها يحمر كده واخرجها معايا. اديها رشة خفيفة من الشوربة كده واغطيها واسيبها لحد ايه ما تهدى كده وتبقى طرية، وبعد كده تقدميها بالهنا والشفا. اهو كده عملت ال4 طبقات. هضيف بقى اللحمة. اللحمة طبعا معصجينها كويس جدا، وحاطين بقى التوابل بتاعتنا اللي بتودي اللحمة في حتة تانية خالص. ابقى ان شاء الله هعملها معاكم مرة على القناة. هعمل بقى ال4 طبقات التانيين وارجع لكم تاني. اهو كده بعد ما عملت ال4 طبقات التانيين هبتدي بقى اقطعها. لازم تقطعها قبل ما تخش الفرن. واخر طبقة كده من الرقاق نقيها بقى مش متكسرة ولا فيها اي حاجة، عشان دي اللي هتبقى على الوش، عشان وانتي بتقدمي كده يبقى الطبق بتاعك شكله حلو. اهي كده قطعتها. هديها رشة خفيفة كده من الشوربة، رشة خفيفة جدا، وبعد كده ادخلها الفرن. زي ما قلت لكم انا كنت مشغله الفرن من قبلها لحد ما الاحرف كده تحمر. اطفي من تحت واشغل الشوايه من فوق. ما بتاخدش وقت خالص، اقل من نص ساعه بتكون استوت. وطبعا اللحمه المفرومه متعصجه كويس جدا ومستويه يعتبر. اهي كده زي ما انتم شايفين خرجت معايا من الفرن. بصوا طريه قد ايه، بصوا الورق بتاعها مورق ازاي. بجد حاجه كده تحفه وطريه جدا. بالطريقه دي عمرها ما تنشف منك. اتمنى بقى تجربوها بنفس الطريقه، ولو عجبتكم طريقتي يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. ونتقابل